السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة زي ما انتوا شايفين معايا كده الفيديو مش طبيخ. النهاردة جاية أقول لكم على معلومات مهمة جدا جدا عن التوم. لما لكم جميع المعلومات اللي ممكن تعرفيها عن تخزين التوم. يا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم، واللي يشوف الفيديو يا ريت يشيره يا جماعة، او تعملوا لايك علشان يترفع لأكبر عدد من الناس ويشوفوه. اول معلومة بقى عايزة اقولها لكم ان في شهر 11 و12 ما تسيبيش التوم ابدا محطوط بره التلاجة. ليه؟ لانه بيفضي او بيزرع. لو عندك اي كمية من التوم هتعملي فيها الطرق اللي انا اقولها لك معاه دلوقتي. هنيجي الاول خالص، والثوم اخضر في ناس كتير اتعودوا ان هم يفرزوه ويخزنوه يفرموه وهو اخضر كده. يستحسن يا جماعه عشان تحصلي على كميه حلوه من الفوائد والنكهه والطعم ان انت تسيبيه ينشف. ازاي هنسيبه ينشف ونحتفظ بيه؟ تربطيه زي ما انا ربطاه كده بالمنظر ده، وتحطيه في مكان بالمشقلب، يعني راسه فوق والعرش بتاعه تحت اللي هو الاخضر، او هو ده بعد ما نشف شويه. بتشقلبيه، بتخلي راسه فوق وبتعلقيه، او بتعلقيه بقى في مكان جيد التهويه بعيد عن الشمس، يا اما في بلكونه يا اما على السطوح. بس لاحظي ان انت تحطيه في حته بعيده عن الشمس زي ما كانوا جداتنا وامهاتنا بيعملوا. بعد كده لو انت عايزه هوريكي بقى طرق للتقشير سهله. لو انت هتستخدمي استخدام فوري من غير لسه ما تخزنتي ولا قشرتي ولا عملتي، شايفين الطريقه دي؟ ان انا بجيب الفص الثوم وبقسمه نصين كده، وبتطلعي بقى القشره بكل سهوله. يا اما بتحطيه على الرخامه كده، بس بتكوني غسلاه كويس قوي، وبتهرسيه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بقى بتفرميه بالسكينه كده، يا اما بتدقيه في الهون بتاعك، يا اما بتحطيه في الكبه الصغيره بتاع الخلاط وبتحط عليه شويه ميه وهيتفرم معاكي ناعم جدا لو انت عايزاه مفروم ناعم لاي اكله. نيجي بقى للطريقه المثاليه اللي بتنجز معاكي في اي وقت وباي كميه انت عايزاها للثوم. ممكن تعملي كميه كبيره جدا جدا بالطريقه دي. الطريقه دي يا جماعه انا عرفتها بالصدفه لما وقع مني فص ثوم في قلب الميه وسبته، وبعد كده رجعت له لقيته بيتقشر معايا بكل سهوله. هجيبي كمية التوم اللي انت عايزة تقشريها، وتشيلي منها الطين اللي فيها وتفصصيها بالمنظر ده. قبل ما نقشره بقى عايزة اقولك ان دي الطريقة التانية اللي ممكن تحتفظي بالتوم فيها. بعد ما تفصصيه كده بتحطيه في كيسة في درج التلاجة وخلاص على كده. ودي الطريقة السريعة جدا والمنجزة، واللي ممكن تلحقي بيها كمان التوم بتاعك دلوقتي قبل ما يزرع او يفضي منك. بعد كده لو عايزة تقشريه بقى بتعملي ايه؟ بتحطيه في مية وتسيبيه بقى ساعتين 3 لحد ما تيجي تشوفيه تلاقي القشرة بتطلع معاكي كده بسهولة. يبقى خلاص كده ممكن تبدأي في تقشيره. بتقشري بقى الكمية اللي عندك اللي انت عايزاها، هتتقشر معاكي بسرعة جدا ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود كبير. بعد ما بنقشر التوم بقى بالمنظر ده الكمية بتاعتنا بتحتفظي بيها بقى. ودي الطريقة التالتة، صح، الطريقة التالتة اللي ممكن تحتفظي بالثوم بتاعك فيها، وهي انك تحتفظي بيه كده بالمنظر دوت في الفريزر، بتفرزيه سليم. ودي اصح طريقة يا جماعة. دي بالطريقة دي ممكن يقعد فعلا معاكي بقى من السنة للسنة، وبتطلعي منه تفرمي او تستخدميه زي ما هو صحيح كده زي ما انت عايزة. طيب لو انا عايزة افرمه وعينه مفروم، ده بقى له شروط تانية. يلا بينا نشوف هنفرمه ازاي علشان يكون متخزن بطريقة صحية. لازم واحنا بنفرمه نحط معاه ملح، ولازم بعد ما نفرمه نحطه في الفريزر. لو انت هتحطي كمية منه من غير ما تفرزيها في التلاجة العادية، بتحطي معاها ملح وخل، يعني بتزودي على الملح الخل. وده ضروري جدا يا جماعة، مش الزيت اللي بيحفظ الثوم. وكمان ما تعملهوش بكميات كبيرة لو هتحطيه في التلاجة. لو هتفرزيه اعمليه بالكمية اللي انت عايزاه. الزيت بس هنا بنستخدمه في حالة ان احنا هنحطه في برطمان مثلا في الفريزر ومش عايزينه يتجمد قوي علشان نعرف نستخدمه بالمعلقة، فالزيت بيمنع التجمد الجامد ده. او في حالة ان احنا مش فارمين الثوم مقشرينه بس وعايزين نعينه في التلاجة العادية، ممكن بتحطيه في برطمان من الزيت. واحسن زيت بيحافظ على خواص الثوم هو زيت الزيتون. طيب انت مش عايزه تحطي عليه زيت وعايزه تحطيه في الفريزر، هتعملي زي ما انا بعمل كده. بتجيبي الكيس بتاع التفريز بتاعك وبتفرديه كده، بتخليه طبقه رقيقه
وبظهر سكينة، وبتبدأي تقسميه كده مربعات على قد استخدامك زي ما انت شايفة معايا. وبعد كده بتاخديه على الفريزر وبتحطيه في قلب صينية كده ولا حاجة على ما يتجمد. وبعد ما بيتجمد معاكي ممكن تسيبيه كده زي ما هو في الكيس، او ممكن تفصلي المربعات كده عن بعضها. انا بعمل ايه؟ بعمل خليط من المجموعات دي كلها زي ما انا قلت لكم في اول الموسم كده، ببقى مشرشاه يعني ربطاه وحطاه لحد ما ينشف، وباخد منه بقى وهو كده. اول ما بلاقيه نشف بقى وبقى بقت الريحه بتاعته مركزه كده وحلو، ببدا اقشر منه شويه بشويه. لو هو عندي بكميات كبيره، الشويه اللي انا بقشرهم بفرم منهم وشويه، والشويه التانيين بفرزهم وهم سلام زي ما انتم شفتوا معايا. اتمنى يكون الفيديو بالنسبه لكم مفيد. يا رب اكون عرفت اوصل اكتر من معلومه النهارده. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.